فيه من قبل ديوان الرئاسة دائرة الشؤون القانونية يذكر به تم حجز عوائل المدانين وأقربائهم وعددهم 399 شخص في محافظة المثنى، والفقرة الثانية 3 تم التنفيذ بالمدانين المتبقين حيث مات عدد منهم أثناء التحقيق. يعني اللي يطلع على هذه الفقرتين وأي إجراء ماكو، شنو تفسير هذا الموضوع؟ نعم نجاوب. اولا اكو 3 حوادث. نعم. شوف 3 حوادث في هذه القضية التي فيها حادثة منها 2 حكم عليهم بالإعدام لأنه اشتركوا بالضرب، وقالوا لي شو نسوي؟ قلت الصدفة مو أرحم منا، يعفون ويطلق سراحهم فورا. هذا صحيح. والكتاب الثاني على واحد بالسهو سهى تحت عنوان سهى. نعم. فنفذ الحكم ب2 مدانين بالإعدام، لكن مو هم نفس الشخوص، يعني محكومين في قضايا أخرى. في قضايا أخرى نفذ بيهم على أساس إنهم هم. لا، هم لم يكن محكومين. مستندات تتحدث هكذا محكومين، يعني كانوا موقوفين. كانوا موقوفين، والسؤال ما يتعلق بهذا الموضوع. على أي حال محكومين أو موقوفين. لا، المحكوم من فضلك شيء والموقوف شيء. مو أنا خلينا أكمل. أنت ليش صدرك يضيق علي؟ شوف أنا كمل أكبر منك عمرا ومنصبا نعم وتاريخا وصدري ما ضاق بي. كمل. ما يضيق، بس من يصير خلط. لا مو حتى نوضح. لو خلينا أكمل. لا، حتى نوضح. نعم. اللي يثبت انه كانوا محكومين او كانوا موقوفين، ولكن اكو 2 انا ما احسب هذا لانه هذا حسب الوثائق، ولكن على حد ما اتذكر وسبق ان صار تعليق لي هذا في جلسة اخرى انهم محكومون بالاعدام ولكن غير منفذ بهم حكم الاعدام على غير هاي القضية، فنفذ بهم وترك الاثنان. ايش قلت يجرى التحقيق معه ومحاكمته طبقا للقانون. تمام لو لا؟ هذه فيما يتعلق من حكمة عبد الوهاب دولة بالمخابرات. نعم. هذا لا يتعلق بالسؤال، هذا غير موضوع. خلينا نكمل يا اخي، خلينا نكمل مثل ما انت كملت. هيني مجال ان اكمل. كمل الجواب. فالواقعة الثالثة واحد اخر اهمل في وظيفته طلبت ان يحاكم، وحكم هو الشخص الذي ساوموه يجيبوه وزير داخلية اذا تحول الى شاهد على من ارادوا ان يشهد عليه، وحكم عليه ونفذ الحكم فيه، أي بمعنى حكم السجن. إذا 2 بالإهمال بالوظيفة في جهاز المخابرات أو الجهاز الأمنية الأخرى عن قضايا مماثلة أو عدات القضية. فهذا هو الجواب. ما جاوب السؤال. على كل حال أيضا مستند أيضا يؤكد نفس المعلومة. سمعتها من الدكتور ما جاوب السؤال من قبل اللجنة اللي شكلت بموافقة المتهم برئاسة حسين كامل، وأيضا ذكرت في نفس المعلومات بالفقرة باء وفقرة جيم، ولم يلاحظ بأنه المتهم اتخذ أي إجراء أو هامش، ولكن هناك هوامش تعزى بأنه للمتهم فيما يتعلق بالاثنين اللي يتحدث عنهم المتهم بإعفائهم وإخلاء سبيلهم، فيما يتعلق بنوصي بإلغاء شهادتي وفاتهما فقرة 2، وكذلك
بأنه أيضا هامش آخر في الصفحة الأخيرة، ترى اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من جهاز المخابرات للوصول إلى تقرب من الميكروفون. هذه الكلمة. نعم أستاذ. نعم ميكروفون خليه يكون نعم قريب منك. هذه الكلمة نعم تلاحظها، وهذا التوقيع اللي أسفل هذه الكلمة، وكذلك هذا الخط يلاحظ التعليق ويعمل به، والتوقيع 5/7/87. هاي التواقيع والخط تعود إليك. ماذا تتذكر عن هذا التقرير أو جاوب. التقرير اللي قبله يشير إلى أنه عدد منهم مات في فترة التوقيف، فمات في فترة التوقيف يعني ممكن يكون توفاه الله. أي نفس معرضة للموت، لو قايل مات بسبب استخدام أسلوب غير قانوني في التحقيق كان التفسير يكون واضح. هذا جانب. نعم. جانب الآخر طلب نفس التكرار، نفس السؤال ونفس الجواب، وكرر جوابي على نفس السؤال اللي تفضل به الادعاء. زين، هذا التقرير رفع من قبل لجنة وبرئاسة حسين كامل، عندما يذكر بأنه حسين كامل مو اختصاص، مو اختصاصه. لا شلون خليته برئاسة حسين كامل؟ يعني خلى المتهم ما ادري ايش كثر دقيق الكتاب. نعم انا لا اعرف. نعم. الى اي حد دقيق الكتاب؟ يذكر بدون مرافعة ولم تتخذ يعني ما يشير بأنه يتخذ. هذه من فضلكم لازم اوضح شيء استاذ رؤوف. نعم. جنابك بالذات وهيئة المحكمة استفيد من هاي الاوليات. اكو قضية شخصية عائلية. برزان اخي اعترض على ان ازوج بنتي لحسين كامل. انا متاسف انه قضايا العائلية اللي انا حريص ما اتحدث بيها العام. ما مطلوب منك ان نعم توضح، بس حتى المحكمة تعرف لكي تطعن مثلي مثل ما اطعن بقول هذا الرجل. هذا الرجل فاعترض عليه برزان، واعترضوا اخوتي الاخرين وانا اكبرهم. فبالعائلة وكل التقاليد احنا ما نستخدم صيغة الدولة على قضايا خاصة، انما نستخدم صيغة العائلة. فمن حق كبير العائلة ان يكون قراره هو القرار الفوقي. تمام لو لا؟ في قضية من هذا النوع، مو في القضايا السياسية هاي شيء عام. وبسببها تعقدت امور كثيرة في علاقتي مع اخوتي. فهذا الرجل قد يكون اذا كان الكتاب بعد التدقيق حقيقي قد يكون واقع تحت تأثير الرغبة في إيذاء برزان. يعني شايف هذا، يعني هاي توضيح. أدري نعم ما مطلوب من عندي أن أوضح هذا، بس فقط لكي الحقيقة تلد مثل ما بعواملها الحقيقية. نعم. سؤال. ألا يعد اعتبار الذين أعدموا سهوا 4 أشخاص متوفين في الموقف، ألا يعد ذلك خلافا للحقيقة ومخالفة للقانون؟ ايش 4 أشخاص؟ وضح. نعم. أستاذ. الذين أعدموا سهوا 4 أشخاص. نعم. ويذكر بأنه متوفين في التوقيف، ألا يعد ذلك مخالفا للحقيقة ومخالفا للقانون؟ صور الشهداء. وفي كتاب آخر يقول أنه لا يجوز أن يرتكب الخطأ، أن يرتكب بديل عن الخطأ خطأ آخر، يجري التحقيق مع من ارتكب الخطأ.
نعم ايضا. ولكن الكتاب، هذا هامش. هذا الكتاب لازم تكملوه. نعم. استاذ جعفر انت لا. قوموا، اذا انت راغب نعم. تحط الشبكه بهالحوت، هاي شيء اخر وما اظن عندك مصلحه. لا أنا لاحظ الشاشة، لاحظ. اذا لازم تكمل. لاحظ الشاشة. هو أنا ليش تخليني الاحظ الشاشة؟ لا حتى تشوف السطر الأخيرة والتعليق. اقرأ اقرأ هذه الحقيقة أقرأ لك إياها. أقرأ لك إياها. آخر سطرين. طبعا هذا الكتاب مرفوع من ديوان الرئاسة دائرة الشؤون القانونية إلى المتهم صدام سيد الرئيس القائد حفظه الله، تحية كبار إلى آخره. أولا ثانيا آخر شيء المقترح. أقرأ كلاني؟ أقرأ كل هذه؟ السطرين الأخيرين. السطرين الأخيرين اللي يتعلقوا هذا الموضوع بأربع أشخاص: حسن عبد الأمير حمودي، ومهدي عبد الأمير حمودي، وفلاح مهدي عبد الأمير، وصلاح مهدي عبد الأمير. هذول اللي أعدموا سهوا. المقترح الكاتبي الدائرة القانونية أو الشؤون القانونية يقول: وبغية الوصول إلى حل عملي تقترح هذه الدائرة أن يصار إلى اعتبارهم متوفين أثناء التوقيف واستصدار شهادات الوفاة لهم طبقا لذلك. لاحظ بأنه رئيس ديوان رئاسة، هذا توقيع أحمد حسين خضير يعزى له. سيد الرئيس القائد حفظه الله للتفضل بالاطلاع، نؤيد مقترح القانونية وأمركم سيد القائد. كلمة نعم. توقيع 10/8. هذا بتاريخ 31/7/87 مرفوع من رئيس ديوان الرئاسة. 10/8 نعم وتوقيع. السؤال: ألا يعد ذلك باعتبار 4 تم إعدامهم سهوا، ألا يعتبر ذلك مخالف للحقيقة ومخالفا للقانون؟ الجواب: لما جهة معينة تعد كتاب وجهة أخرى تعد كتاب قد يصلان في تاريخين مختلفين على أوليات تتكرر في الكتاب الثاني، لكن عندما تكون الأوليات جانب من الأوليات قد حسمت في الكتاب الأول، لا يكرر رئيس الدولة نفس الكلام والإجراء اللي اتخذه في الكتاب الأول. الكتاب الأول ماذا يقول؟ يخبر بشيء مما حصل. والتعليق كان، إذا كان هذا التعليق لرئيس الدولة اللي صدام حسين، التعليق اعتبارهم شهداء، والقول أنه لا يجوز إخفاء الحقيقة ينبغي أن يحقق ويحال المقصر إلى المحكمة وفق القانون. ما قلنا إلى المحكمة، وفق القانون. فحقق مع المقصر وأحيل وحكم 2 سنين. فإذا هذا هو الإجراء. أما يجي كتاب من دائرة أخرى غير ليش الدائرة اللي علقنا عليه، يعني ما مطلوب من عندي أعيد تعليق نفس الشيء على هذا. يعني بمعنى اتخذت إجراء في كتب أخرى. نعم. هو هذا اللي عرض أمامكم. نعم. هو هذا اللي عرض أمامكم وهذا تعليق عليه. نعم. أي شيء إذا كان عائد إلي توقيعا وأمرا فأنا أتحمل مسؤوليته، سواء زين أو مو زين. يثبت. نعم. هذا الكتاب يثبت بأنه ذول الأربعة اللي أعدموا سهوا هم رقم تاريخ الكتاب أستاذ. نعم. تاريخ واضح 13/8/87. لا ما يصدقون لهم كتاب، لأنه الكتاب الأول يشير اعتبارهم شهداء. فيكون ما موجود هيك كتاب. وين الكتاب هذا؟ أنا هيك في المحكمة في جلسة سابقة عرض أمامي هيك، ما أدري عنهم أو عن غيرهم، أنا ما أعرف. ما موجود عندنا، ما موجود هذا الكتاب اللي تتحدث عنه. سؤال: بقرار من المتهم أطلق سراح أوائل الدجيل البالغ عددهم 399 شخص. هل هذا صحيح بقرار من المتهم؟ يعني أنت صدرت قرار بإطلاق سراحهم أوائل الدجيل المحجوزين معسكر اللي الصحراوي؟ نعم. أنا ذكرت عندما عرضت علي هاي الواقعة، يعني ذكرتها كواقع، أما كثر العدد شو وقت. نعم. التاريخ نعم. صعب، هاي معاملات كثيرة.
نعم. لكن عندما عرضت علي الواقعة ذكرت. نعم. ولا طلب رأفة من أحد ولا خوفا من أحد. نعم. تألمت أن يبقون هذه الفترة. نعم. محجوزين. خصوصا أولادهم أعجبوا. نعم. فقلت فورا نعم. يطلق سراحهم ويعودون إلى حياتهم الطبيعية. زين. سؤال، ما هو السبب؟ هذا أعرض الوثيقة، عندك وثيقة. نعم. أعرض الوثيقة. نعم. لا هذه هي الوثائق أيضا تتحدث عن احتجاز 399 شخص من الفقرات هاي كلها اللي عرضناها تتحدث عن هاي الفقرات. بس أنا أردت أن أسأل المتهم وأجابني بنعم بأنه هو الذي أطلق سراحهم. ما أجبتك شيء. لا أجبتك قلت لك عندما عرضت علي الواقعة نعم. في جوهرها العام نعم. تألمت وقلت يطلق سراحهم. أما ايش كثر لا نعم بالنسبة للعدد أكيد ما تتذكر. أنا لا بالتأكيد ما تتذكر العدد. نعم. السؤال هو ما هو السبب أو ما هو تفسيرك بحجز هذه العوائل لمدة 4 سنوات بدون توفير لأدنى متطلبات العيش وبدون اتهام، حيث مات البعض منهم هناك في الصحراء؟ ما هي جريمتهم؟ مات هناك في الصحراء. هذا عنوان. المات هناك في الصحراء هذه مدينة قرية نموذجية بنيت للعراقيين بفلوس الدولة العراقية، فيها غرفتين حسب الاستدراج والاستنطاق اللي حصل مع الشهود. في البداية والله حتى أنا ما شنت يعني ما أتذكر هي شي حالة وما شايفها بعيني. قلت يجوز هذا الحديث اللي يتحدثون عنه الشهود ورحنا والصحراء لي الصحراوي وقرية فيه صحراء لي وإلى آخره. قلت يمكن يعني صايرة قسوة عليهم. بعدين استدراجا سألت واحد قلت له يابا أنتم ما شنتوا تسدون بابكم الخارجي لأنه لو قايل له طريقة أخرى شان يجفل. فقال ما كنتوا تقفلوا؟ قال ما كنا نقفلوا. ومنين لو قفل كنا نحط صخرة ورا الباب. قلت له والباب الداخلي؟ قال لا. يعني إذن كانوا هم أحرار هناك، فقط حجز تحديد تغيير مكان السكن هم وعوائلهم وأطفالهم في قرية نموذجية وكل عائلة في بيت بيها غرفتين بيها حمام أو حمامين وبيها مطبخ وبيها أواني نحن لا نمتلكها الآن. رئيس الدولة الآن بعد مضي هذه الفترة من حجزه لا يمتلكها. وبيها يطلعون حتى يحطبون النسوان. واحدة من النسوان الله يصلحها حكت حكي كثير. المهم قالت نطلع نحطب. احنا اهل قطتها قلت لهم ويحطبون الجماعة يعني بمعنى يطبخون بديهم ويحطبون ويمنحون البطاقة التموينية كاملة طبعا مو منقوصة مثل هسه مادتين. 82 كانت بطاقة تموينية. بطاقة تموينية بأي تاريخ؟ نعم يمنحون مواد البطاقة التموينية كاملة. يعني مواد يمنحون وليس بطاقة تموينية. لا مواد البطاقة التموينية والاعتراف أمامك صار. نعم. مو أنا قلته. نعم. فإذا يطبخون ويحطبون ويتجولون لكن مكانهم متغير. لماذا؟ العوائد. أما الرجال عدد منهم محجوزين بنفس الطريقة لكن ما مسموح لهم حسب الإفادات. ما مسموح لهم يلتقون مع عوائلهم. تفسيري سبب هذا الزمن يعني لو صدام حسين نعرف به تحكي لك عن عقلية صدام حسين ما كان يقبل يكون له أسبوع واحد. نعم. ما كنت تعلم؟ نعم. ما كنت تعلم بوجودهم؟ أنا لو أعلم ترى ما بقيهم ما بقى. هذه الكتب الشيعة مع إنه فضلك. نعم. فضلك القانون لا يمنع
أصحاب الصلاحيات فيه أن يحمي، نعم. ولا يمنع أصحاب الصلاحيات فيه أن يبعدوا من مكان إلى مكان لزمن، شو حسب التحديدات القانونية والدستورية. أي بأي قانون العفو؟ من فضلك بأي قانون؟ من فضلك خلينا أكمل، يعني لا تقاطعني. نعم. لا تقاطعني ولا ترى أقول لك ما جاوبك. خليه يكمل بعدين يعني سؤالك يكون بعد ما يكمل توضيح. فهذا الذي حصل انه كناس محجوزين، لما عرض امام صدام حسين انه كناس محجوزين قال يطلق سراحهم. هذا ليس تهربا من المسؤوليه، وانما هاي الحقيقه. تريدون الحقيقه، هاي حكيت الحقيقه امامكم. شكرا. سؤال اخر عندك؟ ايضا نطلب تفسير. العفو، يعني ما فسرت الاحتمال. غير مدير الامن، يعني مدير الامن العام غير في ذيك الفتره، ووزير الداخليه غير في ذيك الفتره. ربما صوروا الناس الجدد اللي استلموا، صوروا انه رئاسه الجمهوريه تعلم بهذا، فقد لا يكونون لا سألوا هل تعلمون او لا تعلمون، وسكتوا في تصورهم أن الرئاسة تعرف وعرض عليها وحتما لم تتخذ إجراء. ليس من اللياقة أن يكرر الطلب. يعني طلب تفسيري، شنو تفسيرك على الاحتمال؟ فهذا الاحتمال. نعم. أهالي الدجيل 148 بعد حكم عليهم بالإعدام والمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام فعلا، لماذا لم تسلم الجثث إلى ذويهم، وإنما دفنت من قبل مديرية شؤون المقابر المدنية؟ وهذا كتاب يؤكد بأنه يرجى دفن إلى أمانة بغداد مديرية شؤون المقابر 10/1 إلى أمانة بغداد. هذا من جهاز المخابرات، أمانة بغداد مديرية شؤون المقابر. الموضوع دفن جثث، يرجى دفن جثث الأشخاص المدرجة أسمائهم أدناه، ووضع الدلالة عليهم، وعدم إعطاء أي معلومات عنهم إلا بعد الرجوع إلينا لاتخاذ ما يلزم مع التقدير عن مدير جهاز المخابرات هذا التوقيع. لماذا لا تسلم الجثث؟ كثر العدد، كثر العدد. نعم، هؤلاء 10. نعم 10. نعم، موجودة على الشاشة. أجريت تحري مثل ما عادة الادعاء والمحكمة وهيئات التحقيق يجري تحري اجتماعي عن هل أهل هالجثث، هل أهل الجثث موجودين ذاك الوقت؟ أجريت تحري عنهم؟ محجوزين، أهل الجثث محجوزين، ولكن أقربائهم. أنت متأكد منهم؟ متأكد من قولي هذا؟ ماذا تقصد يعني؟ من قولك أنهم محجوزين. أنا أجبتك بأنه ذويهم محجوزين، ولكن هناك أقرباء لهم في مدينة يعني أنت متأكد أنه ذويهم محجوزين؟ نعم متأكد؟ نعم. هسه أنا مستعد أعطيك أيضا. لا أنا ما نعم. شك. شوف، نعم. أنا ما شك بكلام العراقي. نعم. فقط سألتك. أنا أسأل بأنه لماذا لم تسلم الجثث؟ العادة نعم. أنه مفهومي. نعم. مفهومي أنه اللي يحكم ينفذ به حكم الإعدام تسلم جثته إلى أهله. نعم. أما إذا كان هنالك محذور استوجب أن يدفنون في مكان معلم وأسماءهم معروفة والجهة اللي تدفنهم مسؤولة، فهذا شيء آخر أنا لا أعرفه قبله، الآن عرفته. هذا شيء آخر. إذا كان القانون يتيح لهم فالقانون قانون، وإذا كان لا يتيح لهم فينبغي أن يحاسب الجهة المعنية على قدر مسؤوليتها في الإجراء. ذكر بأن هناك حالات محذورة. مثلا
أنا ذكرت هنالك هسه. اي قلت اذا كان اكو محظور. نعم هسه. إذا كان اي مثلا إذا كان هذا مو علي هو يجاوب. مثلا برأيك انا ما قلت محظورات، انت قلت بانه اذا كان هناك محظور. إيه. مثلا برأيك شنو المحظور مثلا؟ ليش تسألني السؤال؟ اسأل المعنيين نفسه. انت كنت رئيس دولة يعني واكيد كل شيء أنا تعرف. ما تعرض علي جثث، أنا مو لا. مدير مقبرة. نعم ولكن برأيك وانت هسه قلت بان اذا كان هناك عندما محظور. تكون صحفي وتجي تسألني جاوبك، أما الآن أنت ادعاء. ما عندك جواب. سؤال اخر. نعم. هناك مستنديا او كتابيا هذا من رئاسة ديوان الرئاسة الدائرة القانونية، تاريخه قربة شوية شافوا تاريخ 17/12/83 موضوع تبليغ المراسيم الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام. الصفحة الثانية، هذا سبق وأن عرض المستند، إلا أنه الصفحة الثانية منه من وقعوا؟ دكتور سعد عبد الجبار العلوش رئيس الدائرة القانونية، رئيس رافعة إلى مطالعة تقريبا أو داخلي، مكتوب سيد الرئيس القائد حفظه الله. هذه بيه هامش يقول حصل اطلاع. العنوان نعم قرأته، موضوع تبليغ المراسيم بالمصادقة على أحكام الإعدام. نعم، هذا الهامش هو اللي نريد نسأل عنه. يقول حصل اطلاع السيد الرئيس القائد وتنسب على عدم تزويد أي جهة بمراسيم تصديق الأحكام،